أول حاجة أنا مش جاي أقولك تسيب شغلك بدون خطة، بس في ناس كتيرة قوي زهقت من وظيفتها وعايزة تفتح مشروعها الخاص، وفي ناس بتقولك لأ الوظيفة أمان وأحسن من أي حاجة. أول حاجة عايز أقولك عليها اوعى تسيب وظيفتك قبل ما تعمل مشروعك الخاص وينجح كمان. يعني اوعى لما تفتح مشروعك الخاص على طول تسيب شغلك اللي هي وظيفتك وتروح على مشروعك الخاص. انت بس كل الحكاية بتتحفز لما تسمع الناس على السوشيال ميديا بيقولك افتح مشروعك الخاص ولازم تفتح مشروعك الخاص ومش عارف ايه، وده غالبا بيبقى عايز يبيعلك كورس مش اكتر. لكن انت ما تعرفش اللي بيفتح مشروع الخاص بيعاني معاناة قد ايه، واول ما تيجي تفتح مشروعك الخاص بتتفاجئ بالصعوبات اللي هتقابلك. في الفيديو ده هقولك على كل حاجة تخص الوظيفة، فكمل معايا الفيديو للآخر. بص بقى يا سيدي، المجتمع فرض علينا الوظيفة من زمان قوي علشان نساعد بعض. العالم كله اتفق على كده، وعملوا لك المدرسة عشان تكبر فيها ويعلموك حاجات معينة عشان تكبر برضو تتوظف. بس في 1% كده من الناس اللي هم ما تحطلهمش القانون، اللي هم بيبقوا عايزين ياخدوا طريق تاني ويصنعوا الثروة. ومش كل الناس بتعمل كده، وما ينفعش كل الناس تعمل كده، لان الوظيفة مش لكل الناس، وبرضو المشروع الخاص مش لكل الناس. انا مش هقولك الوظيفة وحشة، انا كذا مرة قلتلك ان الوظيفة ساعات بتدي راتب احسن من اللي فاتح مشروع الخاص. بس اللي فاتح مشروع الخاص يقدر قوي يشتغل على مشروعه لحد ما ينجح ويطلع له ملايين، لحد ما ينجح وينزل شارع الحظ. بس انت اوعى تسيب وظيفتك لحد ما مشروعك يضرب وينجح، عشان لو سبت وظيفتك وانت لسه مشروعك منجحش كده يبقى انت بتخاطر بكل حاجة. عشان كده بقولك قبل ما تعمل اي حاجة لازم يكون ليك خطة ماشي عليها. فاوعى تتصرف بتهور وتقول انا هبدأ مشروعي الخاص وتجري وتسيب وظيفتك بنفسك. لاني صدقني انا شايف ان الكلام كتير على حوار مشروعي الخاص دون، مع ان الموضوع مش سهل خالص. انك تفتح مشروعك الخاص لنفسك اذا كان براند او اي حاجة، الموضوع مش سهل تماما، الكلام بس هو اللي سهل. الموضوع في الاول صعب جدا، ومش اي حد يقدر يستحمل الخسارة اللي بتيجي في الاول، او يقدر يستحمل الريسك. اول ما مشروعك الخاص ينجح ويعمل فلوس كتير ويتشهر مثلا، ساعتها ابدأ سيب شغلك. لكن حتى وهو بيدخل ملاليم قليلة ما تسيبش وظيفتك. في ناس بقى مش عايزة تفتح مشروع لنفسيها خالص، لمجرد ان هي شغالة في وظيفة كويسة وبتاخد مرتب كويس. خليني اقولك ان حتى لو انت شغال في وظيفة كويسة ومرتبها كويس، لازم تفتح حاجة لنفسك، او لازم يكون ليك اكتر من دخل. لان في اي وقت ممكن اي حاجة تحصل في الشغل اللي انت شغال فيه. مش هينفع طول عمرك شغال في الوظيفة، كل يوم بتروح شغل انت مش حابه مع مدير انت مش حابه. حتى وانت في الشغل بتعد عدد ساعاتك عشان تروح، يبقى انت بتحب الشغل ازاي؟ لازم تفكر في حتة انك تعمل حاجة لنفسك. انت من حقك كإنسان تعيش حياة كريمة، من حقك تسافر وقت ما تحب وتشتري الحاجة اللي انت عايزها وتعيش العيشة اللي تستحقها. فكر شوية، عمر المرتب ما هيعمل لك كل ده خالص. انت شغال بالظبط زي الآلة، بتاخد مرتبك من هنا، هو عارف هو بيروح فين. تستلف فلوس وتشتري حاجات قسط وتاخد مرتبك، تسد اللي عليك وتدفع الاقساط وبعد كده تاخد المرتب، وهي نفس السايكل دي ما بتخلص. فانت يعني لازم تفكر خارج الصندوق، ما ينفعش كل حاجة تجيبها قسط وكل حاجة عايزها بتستلف عشان تجيبها، وتستنى المرتب كل اخر الشهر علشان تاخد الفلوس تسد اللي عليك، وهكذا طول السنة هكذا، وتعدي عليك السنين دي كلها زي ما انت ما عملتش حاجة لنفسك. بتقبض 12 مرة بس في السنة. فانت لازم تفكر خارج الصندوق، مش يعني انت ما معكش حق الحاجة ما تشتريهاش. لازم تعرف ان الوظيفة دي مش شغلتك انت، يعني مش مشروعك انت، مش بتاعك انت. هم عاملين لك مرتب صغير كل شهر تاخده عشان تخلصه وتيجي تاني، وكل يوم نفس المكان ونفس الروتين ونفس الاشخاص ونفس الوشوش ونفس كل حاجة.
مفيش تحدي في الشغل. عشان كده انت مش بيبقى ليك نفس تنزل الشغل، لان انت الشغل هو اللي بتعمله كل يوم ومفهوش اي تحدي. ده بيخلي الحماس عندك تقل والانضباط يقل والانتاجية بتاعتك تقل للزيرو. المفروض الشغل ده وانت رايحه يكون حاجة انت بتحبها، ومش هيكون حاجة انت بتحبها غير لما يكون شغلك انت. صدقني انت ما اتخلقتش عشان تقضي عمرك كله في الشغل. انت لو بصيت هتلاقي ان الشغل ده اصلا يعني واخد وقتك كله بمواصلاته بكله، واخد يومك. لا عارف تركز في دينك اللي هو اهم حاجة في حياتك، ولا عارف تركز مثلا مع اولادك وجماعتك في البيت، ولا عارف تركز مع اي حاجة. هو واخد كل وقتك حرفيا، عمرك كله في الشغل. يعني ولا حتى بتستمتع بالحياة، ولا حتى صحتك كويسة، ولا حتى معاك فلوس كتير، يعني اللي هي انت اصلا مضيع وقتك عشانها. برضو الفلوس مش موجودة، انت فاهم؟ انت متخيل تفضل شغال لحد عمر 60؟ هو نفس كل حاجة لحد عمر 60، لحد ما تطلع على المعاش. الإحصائيات كلها بتقول أساسا إن معظم الموظفين في العالم مديونين. يعني شفت اللي خد الريسك عدى ونجح ازاي، لكن لما تفضل في صندوق أو في دايرة موظف هتفضل برضو مديون. هو ده بقى سباق الفيران اللي بنتكلم عليه. وانا بعيد تاني واكرر، كل واحد ميسر لما خلق له. مش كل الناس هتنفع للوظيفة، مش كل الناس هتنفع ان هم يفتحوا مشروعهم الخاص. كل واحد وليه دماغه، احنا كلنا مختلفين. وصدقني برضو اللي فتح مشروعه الخاص ده برضو مش حاجة سهلة. انت مش عايز اقولك في البداية اللي فتح مشروعه الخاص ده بيتعب تعب حرفيا ما بينامش. انت ممكن في الوظيفة تشتغل 8 ساعات وتروح بيتك، لكن اللي فاتح مشروعه الخاص ده بيقعد بال20 ساعة في مشروعه الخاص، ويفضل يطور من نفسه ويشوف ايه اللي ناقص ويشوف محتاج ايه ويشوف مش عارف ايه. يعني بيبقى كمية ارهاق يعني بدني وعقلي وكله. فكل واحد فتح مشروعه الخاص بالذات في بداية مشروعه بيتهان حرفيا. فكل واحد في بداية مشروع فعلا بيتعب تعب جامد. بس انا من رأيي ان انا اشتغل على مشروعي بال20 ساعة في اليوم احسن ما اشتغل عند حد 5 ساعات. ده من رأيي، لان انا لما ببقى شغال على حاجة بتاعتي، اذا كان تجارتي او اليوتيوب او اي حاجة، بشتغل عليها وانا مبسوط. حتى لو مش هاكل، حتى لو هفضل طول اليوم قاعد على المشروع، انا ما عنديش اي مانع. انا ببقى مبسوط وانا بعمل كده، واي عوايد بتجيلي انا، فده مشروعي انا. لكن لما اشتغل عند حد تاني، حتى لو اشتغلت 5 ساعات بس، انا مش بضيع وقت، انا بضيع وقت مقابل ملاليم حاجات يعني اصرفها وانا ماشي. حتى لو كنت شغال في وظيفة كويسة وبمرتب كويس، مش ببقى مستريح برضو. لان فكرة ان انا شغال بدماغ حد تاني، وفكرة ان انا كل اجازة عايزها لازم اروح استأذن، دي بتتعبني. وفكرة ان انا عندي مصدر دخل واحد ولو اتقطع يبقى انا مش هلاقي اكل، فدي برضو كل الحاجات دي لازم تفكر فيها. كل الافكار دي كانت بتراودني وانا في الشغل. على فكرة انا مازلت في الوظيفة، ولكن شغال على نفسي خارج الوظيفة لحد ما ابقى مش محتاج لها خالص. ففكرة الوظيفة اللي كانوا بيسوقوا لها في المدرسة واحنا صغيرين عشان تكبر وتتوظف ومش عارف ايه وبتاع، فلا يعني دي كانت بالنسبة لي سجن. كنت بقول لنفسي لا، انا استحالة، اكيد في حل تاني. مش هفضل طول عمري انا شغال في وظيفة كده ما عملتش اي حاجة من اللي انا عايزه. اكيد في حد اشتغل على نفسه وعمل ملايين وعمل اللي هو عايزه. مش شرط كلهم يكونوا موظفين، ومش شرط كلهم يكونوا وارثين. يعني اكيد في حد تعب على نفسه لحد ما وصل. فلو فكرت كده معايا هتلاقي انك بتضيع عمرك كله مقابل ملاليم صغيرة ملهاش اي تلاتة لازمة. مع الوقت هتنسى هواياتك وشغفك بسبب الشغل، هتتحول لشخص بس محتاج المرتب اللي بيجيله كل شهر وخلاص. وفي حاجة عايز انبهك ليها واقولك انك لو لسه متجوزتش او لسه في بداية العشرينات، الحق ابني حاجة لنفسك والحق اعمل حاجة لنفسك. لان كل اللي اتجوزوا قالوا يا ريتنا كنا عملنا حاجة لنفسينا، يا ريتنا كنا فتحنا مشروعنا، يا ريتنا كنا انقذنا نفسينا. لكن بعد الجواز بيبقى في اولويات، وبيبقى في حاجات ضغوطات عليك، ما بتعرفش تتصرف وما بتعرفش تبني لنفسك حاجة. فلو انت صغير ولسه متجوزتش، لازم تلحق نفسك ولازم تعمل حاجة لنفسك قبل ما تتجوز.
لو ملحقتش نفسك هتقول يا ريتني، وهتندم، وهتعيش حياة مش بتاعتك خالص، هتعيش حياة كارهها كده. هتشوف أحلامك أو أهدافك ناس تانية بتعيشها، ودي مش هتعدي عليك سهلة خالص. الوظيفة مش آمنة زي ما انت فاكر، العالم بيتطور والذكاء الاصطناعي بيكتسح العالم، وبيبدلوا الموظفين بالذكاء الاصطناعي دلوقتي كتير قوي. فممكن الشغل اللي انت فيه يحصل فيه اي حاجة، الشركة تفلس لا قدر الله، يحصل اي دروب، فساعتها هتلاقي انك ملكش اي مصدر دخل تاني غير المصدر ده. وده لانك كنت حاطط اهدافك كلها وحملك كله على مصدر دخل واحد. انت بقالك سنين مش لاقي نفسك وعمال شغال وخلاص. العالم كله بيتطور بسرعة، ولو ما اتطورتش بسرعة هتغرق. بص اجيب لك نهاية الموضوع ده، لو انت حابب الوظيفة كمل، لكن لو انت مش حابب الوظيفة وعايز تعمل حاجة لنفسك، يبقى لازم تصنع التغيير. عندك شغل او عندك وظيفة 8 ساعات، اول ما ترجع البيت معاك حوالي 4 أو 5 ساعات فاضيين، تشتغل فيهم على نفسك زي الوحش. تعمل خطة وتنضبط عليها كل يوم كل يوم، مش تتحفز يومين وتسكت، لان احنا مش هنعتمد ساعتها على التحفيز، هنعتمد على الانضباط. اعمل خطة لمشروعك الخاص او مهارة تشتغل عليها او لغة، المهم تطور نفسك. واهم حاجة زي ما قلتلك، ما تسيبش شغلك غير لما تعمل مصدر دخل، والمصدر يجيب لك عوايد كبيرة تخليك تستغنى عن الشغل الأساسي أو الرئيسي اللي انت كنت معتمد عليه. أهم حاجة تبدأ وما تضيعش وقتك على الفاضي، وصدقني أول ما تبدأ وتحط نفسك في أبواب كتيرة قوي هتتفتح لك. صدقني انت لازم تعيش الحياة اللي تستحقها. الحياة مش كلها شغل ووظيفة وخلاص، لازم تراجع نفسك كويس في كل قرار تاخده في حياتك، واسأل نفسك دايما اللي انا بعمله ده هيقربني من هدفي ولا هيبعدني. واسأل نفسك برضو هو ده المكان اللي انا حابب اكون فيه بعد 5 سنين. وبكده يكون الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.